شباب مرحبا، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اخوان اصدقاء، ان شاء الله دائما تكونوا بخير. في قصة بدي احكي لكم اياها، ومفروض انتم من عند حالكم تعرفوا باي سنة. ما عاد فيني اوجع راسي واركض وراكم وبال90 وب94. خلاص القصة نحن صرنا اهل، لازم تعرفوا. قبل ما احكي لازم تعرفوا. بسنة التسعينات من الاخر خيو عندي صديق من اصدقاء السوء بصراحة، يعني من الاخر ذو سمعة سيئة. اسمه كانيوار محمود ملا سلمان، جاري بالحارة واخوي الطفولة وصديقي وتاج راسي. طبعا كانيوار ذو سمعة سيئة بنظر دقيقة في ابن اختي خلوكم معي، ما راح اطفي الفيديو. هلا خال حبيبي، وين؟ والله نيالك حبيبي، والله الجو حلو بس برد يا اخي. احلى عبودي حبيب قلبي، احلى خوارس، الله معك حبيبي. خيو وين وصلت؟ هذا كانيوار بالنظر اهلي سمعته سيئة، بالنظر اهلي، وبالنظر اهل كانيوار انا سمعتي سيئة. تمام؟ مشان نكون صريحين وواضحين مع بعض. ما يخلونا نمشي مع بعض. ما تعرفوا الاهل لما خاصة الاهل لما يعندوا مع الطفل لا تمشي مع فلان، ما بعرف سبحان الله من الله يصير نحب هالشخص ونريد نمشي معاه. انا وكانيوار ما تركنا بعض. يوم من الايام ما اطول عليكم، كانيوار قال ابو الخورش. قلت له ها ايش في؟ قال بعد بكره، ما بعد بكره، بعد بكره عرس ابن عمي. ايه؟ قال بدنا نروح على القريه وتخرب الدنيا، اولاد عمي يضربون بالطلق نار ومسدسات وروسيات ويزتون مصاري على المطربين، وخيو احلى جو لما يرقصون يصير غبره بالعرس. شوقني ابن الحلال، شوقني هيك اريد اروح على العرس. قلت له خلاص رايح معك. خيو انا كمان صار بيوم العرس بدنا نروح، لبست وظبطت حالي. ايامها كنت خياط انا، هيك شوي كنت اهندس حالي. ظبطت حالي وبدي اطلع. تذكرت لازم اسوي حركه. تتذكروا يا شباب بايامها، ما اتذكر له باي سنه بالضبط، كان في مطرب اسمه يوري مرقدي. هذا كان في له غنيه عربي انا اخشيني، عرفتوه؟ هذا فرجيكم له راك. أحببتني قلبي قفص تهري يحرس رمح مخملي. ذكرتوها هاي مو يا شباب؟ أنا بدي أقلد ليوري، أنا بدي أقلده وأحط نظارات. شلون؟ ما عندي نظارات بحياتي، ما لابس نظارات. رحت شلت نظارات أبوي يا شباب، نظارات أبوي. بس هيك أعطيكم لمحة صغيرة عنه. تتذكرون فيلم غوار طوشة؟ بس مو غوار، ها اللي جنبه كان في واحد اسمه حسني بورزان، نفس نظاراته. قسما بالله ابوي عم يستعملها، الله يرحم ترابه، بهالايام الاعياد كان يستعملها مشان قراءة القرآن. تمام اخوان؟ وانا بهالحالة هاي رحت اخذته. ابوي مو دائما كان يقرأ القرآن، لو كل خميس يمكن، ما اتذكر بالضبط. رحت اخذت هالنظارات ولبستها ورحت على بيت كانيوار. انا امشي، لما طلعت من الباب يعني انا بعرف انا وكانيوار استاجرنا فوكس. اطلع هيك لعمه بولمان قدام بيتهم، يا بولمان هاي تبعيت الركاب 44 راكب. العمد اطلع هيك لما دقيقه، قالوا ليش اوجع راسكم. لما اطلع هيك اشوفها بولمان. لما اطلع هيك الحمى والله سياره فوكس نظامي يا اخي. نظارات ابوي ابو خيو. المهم ما تنازلت. كانيوار قال ايش في؟ شو قصه هالنظارات؟ قلت له والله ابو الكان النظارات هاي امبارحه سعفوني على المشفى وركبوا لي اياه وما لك علاقه، لا توجع راسك. قالوا تمام. قنعت اهله كمان نفس الشيء. رحنا، المهم رحنا على العرس يا شباب. ونحن بالعرس قصدي نزلنا بالقريه والتموا علينا كل اصدقائي اللي قرايب كانيوار. طبعا نعرف بعض بحكم انه كان يجون على بيت كانيوار. كل اهل القريه اصدقائي الشباب التموا علي خيو. المهم شو هالتعريمه بالخور، شو هالتعريمه، شو هالنظارات، شو هالهاي، شو هالهاي. تجننوني. تعرفوا انتم اهل القرى ايامها يعني كان يشوفون واحد من البلد يحسوه اخوث ابن اخوث. الزنوات يلتمون عليه، يضل يبعبصونه يعني يعلقون عليه له.
اعطيني دورة نظارات. هو الدورة ايش ما هي بسكليت اعطيك اياها، اعطيني دورة نظارات يلبسها، يلبس نظارات هيك دورة ويعطيني اياها. يا وشلون تشوف قدامك هاي كثير سميكة. قلت له انا عيني هيك. خيو المهم بهالعرس ما تهنيت، انا عم برقص عم بطلع تحت اجرنا نظامي، ارفع راسي احس حالي اللي بايدي كلهم ديناصورات وتنانين، احجام كبيرة له. بو خيو اخر شيء قلنا بدنا نروح نبارك للعروس والعريس. يا شباب انا عملت هيك، بس بحياتكم شايف حدا يبوس اسنان العريس؟ وينها؟ بست هون، انا ما بعرف، نظارات كبيره ويكبر ايش عرفني. وخيو المهم ما بعرف اي حركه دخت، نزلت من عند العروس والعريس دخت بالارض. اتذكر كلمه امه لكانيوار الله يرحم ترابها، اتذكر قال خذوه على دكتور داوود. لما قال دكتور داوود انا خفت، قلت يا اخي هذا دكتور داوود اختصاص قلبيه، وانا بعرف وين قصتي عند العيون العينيه. المهم قالوا يلا ما ضل نص ساعه ربع ساعه يخلص العرس بعدين ناخذه معنا. المهم اخذوني على المشفى واعطوني قطره والامور كانوا بخير يا شباب. قصتي. وهذا يوري بردوعه خردوري، هذا شو اسمه هذا عربي انا. هاي قصتي انا ويا شباب. اتمنى من كل الشباب اصدقاء الصفحه الدعم والمشاركه والسبسكرايب والشير والديوتو وكل شيء عندكم سووه، واشوفكم خير في امان الله. السلام عليكم.